السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. هنعمل النهاردة احلى جاتو لولادك من غير دقيق ولا بيض ولا تعب ولا وجع قلب. حاجة سهلة وجميلة وسريعة وحلوة جدا وتنجزك لو جايلك ضيوف. بجد خطيرة، شايفين الشكل؟ جميلة جدا والطعم تحفة يا جماعة، تحفة. جربوها وقولوا رأيكم ايه في التعليقات. اول مره يشوف قناتي ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو. معايا كوبايه من الكريم شانتيه الخام، هحط عليها ربع كوبايه سكر. انا مش بحب الحاجه مسكره قوي، انا بقلل السكر شويه ومنه توفير كمان. واحط عليهم كمان معلقتين من الكاكاو الخام، وهضيف عليهم كوباية ونص من الحليب الساقع المتلج. يعني لازم تكوني مطلعاه من الفريزر ساقع فيه حتت بلورات تلج كده. وهبدأ بقى اضرب الكريمة بتاعتي دي كويس جدا. يبقى كوباية كريم شانتيه خام معاها معلقتين كاكاو خام، عليهم ربع كوباية سكر وكوباية ونص حليب متلج. وهضرب شوية كده وهنشوف هنضيف ايه تاني. بعد ما بدأ يتماسك معايا هجيب كيس كريم كراميل، وكمان علبة من القشطة المبسترة او قشطة بتاعت وش الحليب والفانيليا. وهضرب كويس جدا جدا لغاية ما القوام يتقل معايا. الكريمة دي تحفة تحفة وغنية جدا وطعمها خطير 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 يا جماعة. جربوها وقولوا رأيكم ايه في التعليقات. كده الكريمة بقت جاهزة معايا، هركنها على جنب ويلا نشوف هنعمل ايه. عندي البسكوت، مش هعوز دقيق ولا بيض، انا هجيب البسكوت السادة، اي نوع بسكوت حتى يا جماعة لو بتاع المدرسة اللي ولادك بيستلموه ما بيرضوش ياكلوه، هاتيه واعملي بيه الصنف ده. معايا كادر كده او اي صينية بايركس عندك او صينية مستطيلة، اي حاجة عندك متاحة واستخدميها. انا هحط الكادر على صينية وهجيب حليب علشان ابل بيه البسكوت. هغطس البسكوتة كده وهبدأ ارصها في قلب الكادر زي ما انتوا شايفين. ابل البسكوتة واشقه بالشوكة كده، ارفعها ارصها في الكادر او في الصينية بتاعتي، المتاح عندك استخدميه. هبدأ ابل بقى وهفرد اول طبقة من البسكوت في قلب الصينية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده بمنتهى السهولة. يلا بقى انزلوا في التعليقات صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلا بسرعة اعملي لايك للفيديو وبعتي الفيديو لكل حبايبك واصحابك عشان يعمل الوصفة الحلوة دي. بعد ما رصينا اول طبقة من البسكوت هاخد عليها طبقة من الكريمة، مش سميكة قوي، يا دوبك تغطي البسكوت كده زي ما انتوا شايفين. وهفردها بظهر المعلقة، بتتفرد بكل سهولة. شايفين الجمال؟ تحفة. كده فردت اول طبقة من البسكوت وعليها طبقة من الكريمة. هجيب تاني طبقة من البسكوت وهبلها برضو في الحليب وهنزل كده على الكريمة وارصها. رصيت طبقة البسكوت هجيب طبقة من الكريمة. هفضل اكرر بقى كده بسكوت وكريمة بسكوت وكريمة لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي. وهبدأ اجيب الكريمة بتاعتي وهفردها على وش البسكوت. عايزة تعملي كمان طبقة من البسكوت ممكن، انت على حسب ما رغبتك. انا اهو كمان هعمل طبقة كمان من البسكوت عشان تبقى ارتفاع الكيك بالظبط. اهو بعد ما هعمل طبقة البسكوت هعمل طبقة كريمة في الاخر، هحط بقية الكريمة كلها. يا ترى انتوا بتشوفوني من اي بلد؟ الفيديو وصل فين؟ انا بحب كل المتابعين اللي عندي من كل دول العالم، بحبكم جدا جدا جدا، ويا رب تكون فيديوهاتي بتحبوها وبتقدم فكرة مفيدة وبتستفيدوا منها. هرص طبقة البسكوت بتاعتي كلها اهي زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هجيب بقية الكريمة كلها بقى وهنزل بيها على وش البسكوت.
اخر طبقة هتبقى الكريمة. هفردها كويس جدا جدا وهسويها زي ما انتوا شايفين كده. هسويها، ولو عايزة كمان هضيف طبقة بسكوت تاني هضيف. يعني يا جماعة اعملوا الطبقات اللي تحبوها. اخر طبقة هتبقى كريمة، وهنسويها كده كويس جدا وننعمها، وهدخلها الفريزر لمدة نص ساعة هجيب او ساعة. هجيب عندي بقى 200 جرام من الشوكولاتة او 300 جرام من الشوكولاتة الخام زي ما انتوا شايفين كده. دول 200 جرام من الشوكولاتة الخام، وهنزل عليهم بربع كوباية من الحليب، وهدخلها الميكروويف لمدة 30 ثانية لغاية ما تسيح معايا وتبقى صوص شوكولاتة جاهز زي ما انتوا شايفينه كده. وهطلع الصينية بتاعتي من الفريزر بعد ساعة او نص ساعة على حسب بقى ما تجمد معاكي تمسك معاكي، وهنزل عليها بصوص الشوكولاتة اللي انا عملته اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا صوص الشوكولاتة لازم يكون دافي مش سخن عشان ما يسيحش الكريمة عندي، او بارد عشان ما يسيحش الكريم شانتيه بتاعي اللي فوق الوش ده. وهفرده بسرعة علشان طبعا الكريمة طالعة من الفريزر فهتجمد معايا بسرعة. افرده بقى كده واسويه على وش الكيكة بتاعتي او الكريمة بتاعتي. شايفين اللمعة بتاعت الجناش الشوكولاتة؟ تحفة يا جماعة بجد، تحفة تحفة تحفة. وممكن لو عايزاها غنية اكتر ممكن تدوبي معلقة كريم شانتيه في قلب ربع كوباية اللبن قبل ما تضيفيها على الشوكولاتة. هسوي بقى وافرد كل الجناش كده عندي على الكيكة زي ما انتوا شايفين كده. زينوا التعليقات يا جماعة، انزلوا تحت وزينوا التعليقات بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهبدأ اشيل الكادر بتاعي، وهبدأ بقى بخطوط من النوتيلا البيضة كده، خطوط عشوائية رايح جاي كده زي ما انتوا شايفين عشان اكسر اللون البني بتاع الشوكولاتة وادي شكل حلو برضو. وهبدأ اقطعها، هي طبعا متماسكة معايا اهو. هقطعها الحجم اللي انا عايزاه. انا عملتها زي قطع الجاتو، عملت لي 10 قطع من الجاتو، واحط على وشها كريس كده كمان عشان اكسر اللون وتدي شكل احلى. وهتاكلوا احلى جاتو من غير لا دقيق ولا بيض ولا تعب ولا اي حاجة. بجد تحفة تحفة وتنجزكم. لايك للفيديو واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله.